الفطير المصري من اصعب الاكلات اللي ممكن تتعمل، بس على قد صعوبتها على قد جمالها وحلاوه طعمها. والنهارده قررت اتعلمها واكشف لكم كل اسرارها من ايد شيفات مختصين في مطعم عم سمير، وده واحد من اشهر براندات الفطير الحاليه، واللي عندهم 15 فرع في مصر و3 في السعوديه. واول خطوه في الفطير بننزل بالميه، وبعدها ننزل بالحليب والزبده، واكيد ما ننساش نملح، وننزل بعد كده بالدقيق، ونشغل عليهم العجانه. وبعد ما العجين جهز معانا نبدا نفرده، ودي اصعب مرحله في عمل الفطير لانك بتعوز تعمل طبقات كتير جدا، والناس هنا ما شاء الله عليها محترفين فيه. واخر خطوه بندخلها الفرن ونجرب بقى الفطير اللي عملناه. بصراحه الفطير مورق وطبقات كتير، بيستخدموا مواد خام نظيفه جدا، وطعم الزبده باين قوي فيه. ويا جماعه بدون اي مجاملات يمكن من احلى المرات اللي اكلت فيها فطير مشلتت. تعالى بقى دوقك عمال ايديا. والشيف هنا جاب لنا 3 بوكسات فيهم ميكس حلو وحادق، وسعر البوكس 20 ريال. وبدانا اول حاجه بالميكس سجق، فيها فطيره سجق وفطيره حلو بصراحه، ككواليتي وسعر ممتاز، وخصوصا انك بتاكل وتحلي في نفس البوكس. ندخل بقى على الميكس جبن، ومش عشان الشيف اللي بياكلني يبقى هجامل فيه، بس دي فعلا اكتر واحده عجبتني. وختمناها بالستريبس، وبرده معاها فطيره حلو. وشكرا لتيم عم سمير انهم اول ناس بعتوا لنا وساعدونا اننا ننفذ فكرتنا، وسمحوا لنا ندخل مطبخهم. وكنا في فرع الرياض، وليهم فرع في الدمام والخبر، وبراند للعالميه باذن الله. وكده يبقى عشنا يوم كامل عند عم سمير بتاع الفطير. وشكرا للشيفات اللي ساعدونا في الفيديو. سلام.